السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده هنعمل بقسماط، بس هنعمل بقسماط بخيره. هنعمل بقسماط بدقيق الحبة الكاملة اللي هو الدقيق البلدي اللي بيتخبز بيه العيش البلدي في الأفران. تمام كده توضيح كامل. يعني هحط عليه نص معلقة صغيرة من الملح. انا جبت كيلو دقيق ونخلته نخل بس ان انا اطلع منه الهواء. تمام، لكن انا ما شلتش منه الرده ولا السن ولا اي حاجه، انا سايبه الدقيق زي ما هو. وحطيت عليه نص معلقه من الملح، نص معلقه صغيره. والشمر حطيت معلقتين بس، انت كتري. انا حطيت معلقتين كبار بس كتري عن كده، لان حسيت ان هو يعني الشمر بصراحه انا بحبه في المعجنات. حطي كمان معلقتين او معلقه كمان، يعني حطي 3 معالق كبار هيكون كويس جدا. حطيت نص كوبايه من السكر، ونص كوبايه على فكره مش كتير خالص، لا زودي كمان معلقتين. تمام، اللي بيحب الحاجة مسكرة، المعجنات مسكرة، زودي معلقتين كمان من السكر على نص كوباية. انا حطيت نص كوباية واكتفيت بده. وكمان حطيت نص كوباية من الزيت. وطبعا الكوباية اللي بستعملها اللي هي الكوباية المعيارية اللي بنجيبها كوباية ونص وربع الكلام ده اللي انتوا شايفينها في الفيديو. ممكن تستعملوا المج بتاع الشاي بدل الكوباية المعيارية. تمام، حطيت نص كوباية من الزيت. هبدأ ان انا افرك الدقيق ده مع الزيت والشمر طبعا، وكيس خميرة. نسيت اقول لكم حطيت برضو كيس خميرة معاهم. يبقى نص كوباية سكر، نص كوباية زيت، كيس خميرة، نص معلقة من الملح. وبدأت ان انا اخلط المكونات دي كلها مع بعض طبعا، والشمر، ولو عندك سمسم كمان حطي مفيش مشكلة. كل الحاجات المنكهات دي انتي حرة فيها. هبدأ بقى، بس الاساسي هو الخميرة والسكر. تمام، والملح. هبدأ بقى ان انا احط المية، واستعملت حوالي 500 جرام من المية او 500 ملي من المية. وهبدأ ان انا انزل بيهم شوية شوية. ابدأي ب400 ملي، وبعدين انزلي لو حسيت ان العجينة محتاجة انزلي بمية تاني. بصوا العجينة هتكون طرية معايا، بس ويعني ما بتلزقش في الحاجة اللي انا بعجن فيها، سواء بقى الحلة بتاعة العجان او اي حاجة، ما بتلزقش فيها خالص. انا عايزه اقول لكم ان انا كنت حاطه 650 ملي من الميه، واتبقى 150 ملي اهو. تمام، يعني استعملت حوالي 500 ملي من الميه. بصوا العجينه بسم الله ما شاء الله يعني عليها، ما بتلزقش في الايد. تمام، وطريه في نفس الوقت، يعني طريه وما بتلزقش في الايد، والعجان نضيف. هبدا بقى ان انا احط شويه زيت في الحاجه اللي هسيبها تخمر فيها، وانا هسيبها تخمر في العجان مكانها. تمام، همسح العجان كده بالزيت، وهي هحط العجينه بتاعتي. وابدا ان انا برضو احط على وشها زيت كده خفيف، يعني مش بغرقها، انا بس بحط في ايدي كده وبمسح على العجينه من فوق، بحيث ان هي ما تلزقش في وقت التخمير يعني. وهسيبها تتخمر. طبعا في الجو اللي احنا فيه ده هو يعني نص ساعه بالكتير. لو انت في شتاء تحتاج من ساعه، ساعه وربع، ساعه ونص. لكن احنا في الصيف والجو حر، والاسترتش راب ده بيخليها تخمر بسرعه جدا. بصوا اعمل ازاي. اول ما تلاقيه عمل كده خلاص العجينه اختمرت، ابدأي بقى ان انت شيليها. ليكي مطلق الحرية. ممكن يعني احنا كنا بنعمله طبعا بطريقة مامتي، وكنا بنعمله زي الشريط كده، ان احنا يعني بنجيب قطعة العجينة ونفردها ونلفها زي رغيف الفين وكده، وبعدين نسويها على درجة حرارة 180 زي ما بيسووا الفايش كده بالظبط. وبعد كده بناخده نقطعه شرايح وندخله الفرن تاني يتحمص زي العيش. لكن انا النهارده هعمله بقسماط. تمام، هعمله زي البقسماط كده على طول، ان هو يتحرمش على طول، اطلع الصاج جوه كده خلاص استوى. فهبدا بقى ان انا اخد قطعه كده، وابدا اتحكم في المقاس، الطول والحجم، كل حاجه انا عايزاها في حجم البقسماط. انا برفع علشان خاطر ان هو لسه هيخمر تاني. اعملي حساب دوت. عايزاه يبقى زي البقسماط اللي بتجيبيه من الافران، فانت بترفعي العجينه كويس علشان خاطر هو لسه يعني هيخمر مره كمان. هبدأ بقى ان انا الف كده واحط في صاج عندي، والف الكمية كلها. طبعا هو يعني بياخد في الفرن من تلت ساعة لنص ساعة ل5 دقايق كده يعني. تمام، من تلت لخمس، يعني من 20 دقيقة ل25 دقيقة. فانتي ابدأي ان انتي اعملي صاجين وشغلي الفرن على طول، وابدأي انتي سوي. يعني عقبال ما بيطلع بيكون انتي عملتي صاجين تاني وقعدوا شوية وخمروا. وتبدأي تدخلي صاجين صاجين عندك الفرن، عشان انا عندي عاملاه في صاج صغير، فبدخل اتنين اتنين مع بعض زي انتوا ما شايفين كده. طبعا انا ايدي انا اول مره الف اصلا بقسماط،
فانا ايدي لسه مش واخده برضو على لفه قوي، فبيطلع حته تخينه حته رفيعه، بس مفيش مشكله خالص. اتبقى معايا حته العجينه دي، انا مستنيه بس الصاج يطلع وابدا ان انا اشكلها، لان انا كده ايه عملت 6 صاجان. تمام. دول اللي موجودين عندي تاني صواني، بس مش عايزه اطلع صواني بقى، يعني اول صاجين طلعوا هم، فانا هحط فيهم العجينه الباقيه. بصوا البقسماط بسم الله ما شاء الله، هو خد 25 دقيقه في الفرن، وكده خلاص كنت خلصت الكميه كلها بسم الله ما شاء الله. وفي صاج كمان، ده كده كميه الكيلو دقيق طلع لي كميه محترمه. وفي صاج كمان بس لسه طالع حالا من الفرن، لسه يعني ما بردش. بس ده كنت بقى ايه يعني العجينة كانت هتكفي الصاج، وهيتبقى حتة صغيرة، فبقيت ألزق فيه شوية فلزق في بعضه، يعني ايه مش مشكلة خالص، مفيهاش أي مشكلة يعني. ده كده كان البقسماط بتاعنا بالعيش بالدقيق البلدي. طبعا ده صحي عن الدقيق الزيرو. بصوا هش من جوه والقرمشة جميلة بصراحة. لو عجبكم الفيديو متنسونيش في اللايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.